النهارده احنا في اغرب بيت ممكن تشوفوه في اسوان، يعني في قريه او مدينه دراو. بيت كله زي ما انتم شايفين يعني مصنوع من النخل ونبات الدوب. يعني البيت الديزاين بتاعه كله معمول بالنوعيه دي، يعني من النوعيه دي، واتصنع في حوالي 16 سنه. وده اللي هنعرفه النهارده في الفيديو. هنشوف البيت شكله عامل ازاي وهنتكلم عنه النهارده. جد ابويا كان جه من النوبه التهجير وجه سكن هنا بنى البيت. تمام. بس بعد كده راح جدي لما اتولد وابوه مات. بس كان هو صاحب البيت وراح كان فكر يعمل فكره في البيت، يعني عشان البيت كبير قال يعني هيخترع حاجه، فاهم؟ فراح جاب النخله، وبص النخله من بدايتها من البدايه للنهايه بيستخدمها. دلوقتي احنا هنروح المسرح، بعد كده هنروح لأوضة البيت النوم النوبية بتاعت ايام زمان يعني، وبعد كده هنروح في حته كده في حاجات اثريه من زمان يعني قديمه كده. بس نخش فيها اول يمين. ايام زمان كانت اوضه للصيف. دي اوضه للصيف؟ ايوه فيها يعني بص شباكين والباب برضو فاهم وواسعه شويه، بس ده كان زمان بياكلوا فيه. معمول من الخشب. ده زي طبق يعني؟ ايوه بالظبط، للفته والحاجات دي. وده جوز هند. جوز هند؟ ايوه اللي فاكره انت ده اصلا جوز هند، ده نبات الجوز هند صح؟ ايوه بس نشف كده ونشف وعملتوه طباق. ايوه بياكلوا فيه الرز زي بتاع السوشي والحوارات دي. ودي المطحنه بتاعت البن اللي كانوا بيحطوا فيها زمان البن. دي بتاعت البن. ايوه بيحطوا فيها البن. ده كان بيركب في ديه زمان، فاهم؟ بعد كده اول فاكر انت الافلام اللي كان بيسلك كده في حاجه بيسلك كده في المسدس؟ ايوه بيسلك كده او بيحطها في الماسوره دي. بس من ايام زمان خالص دي. وبص دي ده ايه ده؟ مش عارف انت ايه ده؟ ده اللي هو الحربة اللي هي بتيجي كده باين. ايوه بس ده الديزاين ده هو اللي جدي عامله. الديزاين ده يعني هي بتيجي الاثنين دول مع بعض بس. بس جدي عامل كمسدس، فاهم؟ والحوارات فدخل كده وتعال. دي بيضة نعام جدي جابها من جنينة الحيوانات 2002. شايف المكوة دي بتاعت ايام زمان برضو؟ كانت بتحط على النار كده تسخن وتكوي يعمل كده. بس بيمسك قماشه طبعا عشان بتكون سخنه تسخن برضه فوق. ايوه. يعني هنا الاوضه دي يعتبر اوضه الروبابيكيا، يعني هي حاجات اللي هي ايه جدي جمع كل الروبابيكيا هنا يعني من. بس الروبابيكيا ليها قيمه. وهنا ايه ده بقى؟ استنى ايه ده بقى المنظر ده؟ ده بتاع ده ايه ده بقى؟ مسيح الدجال. مسيح الدجال بعين واحده، فاهم؟ يعني نفس الديزاين كده، عين واحده ده بقى كان معمول ليه يعني؟ كده عادي، فاهم؟ تخيل المسيح الدجال. ايوه تخيل شكله. لو شكله المعفن ده. الله يخليك. البيت اتعمل على مراحل، يعني مش مرحله، مش مره واحده البيت اتعمل كله، اتعمل حته 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 زي ما لفيت.
اتعمل بقى في 16 سنة أو حوالي 15 حاجة زي كده، مش عارف. عشان كان مثلا الحتة الواحدة بتاخد وقت طويل. وانا لما دخلته عامل زي المتحف. ايوه بالظبط. انت قصدك يعني لا احنا عايشين فيه عادي يعني، بس يعني ده انتوا عايشين فيه اصلا. ايوه بس ده الديكور، فاهم؟ زي ديكور البيت عادي، فاهم؟ مثلا دي مثلا زي الستاره، بدل ما تعمل ستاره قماش تعملها مثلا من الجريد، فاهم؟ يعني ديكور عادي، هو بيت عادي احنا عايشين فيه، فاهم؟ ده المسرح واتعمل في 6 شهور زي ما انت شايف. يعني ممكن يتعمل قعدات شاي، بعد ما يخلص القعده نصلي كده ناكل. يعني المكان يعني عشان شكله جميل، فاهم؟ يعني هو مكان باين انه مثلا ديزاين جامع، ده غير كده باين انه فعلا شكل مسرح. ده على كام 6 شهور اتعمل؟ ايوه في 6 شهور. انت عشان تشوف لغايه ما تعمل الدوم ده كله وتقطع الجريد دي، وشايف النخله بتعمل منها دي اسمه الخوص. ايوه مش عارف. الليف النخل. ايوه. وده الدوم طبعا، ده من نبات الدوم. يعني ده بس اتعمل في 6 شهور. ايوه الحته دي بس في 6 شهور كلها من فوق لتحت. ودي اوضه النوم النوبيه معموله كديزاين للشتاء، يعني شكل القبه وفيها شباك واحد بس. وزي ما انت شايف دي ايه بيستخدموها زمان كانها زي الثلاجه كده، بعيده عن اي حاجه، مثلا البورس ما يوصلهاش. ده ايه ده فخار ده هو صح؟ ايوه فخار. بس بتحفظ الاكل يوم يومين 3، فاهم؟ يعني الاوضه دي بس بيناموا فيها للشتاء بس؟ شتاء بس. وصيف عادي، بس يعني بتكون حر في الصيف. يعني بتكتم معاك في الشتاء. يعني انا ملاحظ صح ما فيش مراوح، ما كانش في مراوح زمان تقريبا اصلا. اهي بص دي هوايه. وريني. دي الهوايه ايام زمان. هويني كده. بتجيب هواء. شغاله. وعلى كده يعني ايه الحاجات النازله دي برضه ديزاين للمكان ولا؟ لا بس هو ايه يعني مثلا زمان بيحطوا فيها الحلاوه مثلا، الرز بس هو دي كان اسمها الجفه دي الجفة. ايوه بالظبط. فمش بيكون بالعدد دي، بتكون 1 2 3 كده. نفس التعليق. للحلويات كهدايا ولا للمكان نفسه؟ لا للمكان، مثلا لو في ضيف حد كده بيشيلوها من ويطلعوها بره لفوت الضيوف. ده سرير معمول من الليف، يعني هو في سراير عادي بس الليف ولا اسمه ايه هو بتاع النخل يعني صح؟ ايوه ليف النخل. ايوه ليف النخل. ده هوريها لك الليف ده فين بعدين كمان هتلاقيه يعني عادي قوي هو على كده. ايوه قوي والله يا عم. ده بقاله مليون سنه من ساعه ما اتولدت كمان والله. يعني بيشيل يعني بيشيل. انتوا عاملينه يعني على تراث نوبي ولا يعني كتراث نوبي حاجه تبع النوبه؟ يعني انت نوبي اصلا. ايوه يعني عامله تبع النوبه كحاجه من. لا احنا لما ملهاش علاقه. لا هي ملهاش علاقه، بس احنا لما جينا لفينا في حته انت لاحظت ان هي زي تراث النوبه فيها نوبه. ايوه بالظبط. يعني حوار المثلثات دي والاوض بيجوا في سياحه. ايوه زيارات وكده، طلاب مدارس. في دلوقتي انت مثلا لو حد عايز يجي البيت يعمل ايه؟ لا عادي يجي عادي ويخبط الباب واحنا نفرجه على البيت عادي. بس في اوقات يعني يسمح ليها الزياره، يعني مثلا مش نكون ياخد ميعاد. لا مش ياخد ميعاد، هو يجي عادي بس مثلا يعني الصبح بدري كده. خلاص يا جدعان اي حد عايز يجي مش الصبح بدري يعني عشان بننام. اي حد عايز يجي هنا يكلمه طبعا. هحط رقم الواتس بتاعه والانستجرام بتاعه برضه، واعملوا له فولو برضه. بتضحك. فبس صراحه جاب معدات وكده من المانيا، يعني ابنه جابها له من المانيا. وابويا كان برضه بيساعده وجاب عمال بقى وناس كتيره وعلمهم ازاي. بس وبعد كده عمل البيت. دي هنا يعتبر الورشه تحت الصنع، الحاجات اللي بره دي اللي شفناها. يعني هنا هنشوف المكن الدوم مثلا اللي هناك ده دوم جديد تقريبا. صح؟ ده دوم جديد. هنا يعتبر يعني المصنع بتاع المكان، ويعتبر اصلا بقت مهنه هي صح؟ مهنه يعني مش للبيت بس. في ناس بتيجي تطلب عمل حاجات زي كده بالظبط. دي مكنه بتاعت التخريم مثلا اللي يخبر الجريد الدوم كده. ده اللي هو عشان يدخل العقد. ايوه الحديده دي، بس على حسب دي تتغير. دي مثلا دي للدوم. الجريد بتبقى ارفع خالص كده، حاجه رفيعه. دي للدوم. ايوه. شايف اتخرمت. هنا بقى بيحطوا الايه الحديده بقى بحيث توقف زي كده بقى، تبقى عامل العقد بقى. بالظبط. تقطيع الجريد الجهاز ده. ايوه مش هذا اللي هو المكنه دي. ايوه.
ده للتقطيع. ايوه بالظبط. ده احسن باركورر شفته يا جدعان. تعال كده. هيعمل كام لا ده انا هجيبه فيديو ده. هنصور فيديو هو بيعمل الحاجات دي برضه. ماشي. احسن باركورر في اسوان. احسن باركورر في الدنيا. احسن يا عم كفايه احمد موسى. بس عم كده. باركورر. احسن باركورر. انا لما ابوي كان عنده 25 سنه البيت ده اتعمل. انا ابوي اصلا مواليد 59، في 1959 ناقص 2012. حتى على حسبك. يا عم بص، على نقطة كده 25 سنه من بعد 1995 59 بس. يا امي الاكل يا اخوانا معلش. اكل جامد جامد. طيب عشان ايه نخلص من الفيديو ده تمام، هننهي الحلقة بالمكان الجامد ده طبعا عشان عيبني يعني اكتر ما شايف انت. طبعا احنا اتكلمنا عنه. بنشكر عبد الله دبس كاتب اللي هو الباركورر الجامد. انا هم فين هم اهو. عبد الله اسماعيل كاتب عبد الله اسماعيل اللي جه ينام. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه لو عجبك الفيديو عشان يا كده اخوانا نكمل. والله الراجل ده بيتعب شفتوا؟ والله يا اخوانا شفتوا؟ والله بيتعب وهو تعب مني النهارده. عن صداع. لا بس يا دوبك احنا نلحق نمشي بلدنا، ونشكره بقى جدا جدا يعني. ورقمه هيبقى موجود ولو حد عايز يجي هنا او وايه تاني. الانستجرام بتاعه يا اخي عشان كله 2000 ونص انا بس عايز اوصلوا 3000 لما اوصل انا والله يا اخوانا اللايك اهم حاجه والاشتراك عشان الراجل ده بيتعب خالص والله بيتعب عشان اكمل يعني، فاهم انت يعني. ان شاء الله في فيديوهات اجمل من كده. وكنا رايحين مكان النهارده بس لحسن الحظ مش لسوء الحظ لقينا مقفول يعني. فهنروحوا في يوم تاني. انت لو شجعتني هروحوا وهيبقى حاجه عظمه زي كده يعني ان شاء الله. وبس كده، السلام عليكم.